عليكم. النهارده رنجة وفسيخ وترمس وحاجات كتيرة قوي. انا النهارده مش جايه اقول لك ما تاكلش رنجة وفسيخ، انا اصلا ضد هدم العادات، ولكن عايزه اقول لك في شويه اعراض لو ظهرت عندك لو سمحت اوعى تتصرف لوحدك واتجه فورا لاقرب مستشفى ليك. لو ظهر عندك زغلله او ضعف في العضلات او ميل للقيء وغثيان، اسهال او امساك بالتبادل مع بعض او كل حاجه منهم لوحدها، احساس طول الوقت بعدم الاتزان، جفاف في الحلق، صعوبة في التنفس، فورا تتجه لأقرب مستشفى عام. هتاخد مصل بوتيولازم انتي توكسين. المصل ده بيكون موجود في المستشفيات الحكومية والمستشفيات العام لأنه سعره غالي جدا، الدولة بتوفره، هتروح وهتاخده في المستشفى الحكومي. ولو انت مش عارف أقرب مستشفى ليك هسيب لك الأرقام على الشاشة دلوقتي، الخط الساخن لوزارة الصحة وكمان الخط الساخن لحالات التسمم، فورا هيعرفوك أقرب مستشفى ليك تقدر انها تروح وتاخد فيها المصل، لأنك لو عملت أي حاجة تانية في البيت ده هيضرك مش هيفيدك. خلي بالك، كل باعتدال وما تنساش المية والخضار ومشروبات الديتوكس اوعى تنساها. ولو عاوز واحد من المشروبات اكتب لي تحت كلمة مشروب. دكتور روضة سالم، اخصائي تغذية علاجية.